السلام عليكم. اليوم تبون يردد واحد العبارة رددت أنا أزيد من 5 أو 6 مرات، واحد 5 ولا 6 ديال الفيديوهات كنذكر بها. هاد العبارة هي المقولة ديال جوع كلبك يتبعك. وقلتها وقلت للجزائريين: لو كنتم تفهمون قصد الكلام كنتو تحلوها وتعرفوا بأن الرجل حيد المسؤولية عليه وقالها. صاحب هذه المقالة هو أحمد ويحيى، قال 2 ديال المقالات، وكان ديك الساعة لا زال في موقع القرار، كان باقي ما دخلش السجن، باقي مع العصابة كما يسميوها. وقال 2 ديال المقالات أو 2 ديال الأمثلة عطاهم الجزائريين باش يستخلصوا منهم العبار ويفهموا المغزى ديالهم ويفهموا القصد ديالو ويدوروها في دماغهم مزيان ويحلوا الكلام ديالو ويفهموا اش بغى يقول لهم. قال لهم: جوع كلبك يتبعك. وقال لهم: ضربوا يعرف ما ضربوا. 2 ديال المقالات. جوع كلبك يتبعك طبقها تبون بالحرف، حرفيا. تبون طبق سياسة جوع كلبك يتبعك، طبقها تبون. اللي خرج يقول راه قالها، خرج واحد قال ما بغاش يسميه، قال لهم قال جوع كلبك يتبعك. تبون طبق سياسة جوع كلبك يتبعك. غادي نقول لكم كيفاش. تبون ملي جا طبق سياسة التقشف، كما قالوا المغاربة بكري: سياسة التقشف شي ياكل وشي يشوف. كان عندنا هذا الشعار، واحد الوقيته المغرب كان طبق سياسة التقشف، كنا نرفعوا هذا الشعار: سياسة التقشف شي ياكل وشي يشوف. تبون طبق سياسة التقشف باش يعمر الخزينة، باش يقول راني وفرت للدولة الفلوس، وبالتالي وقف الاستيراد. وقف الاستيراد بشتى أشكاله. كي وقف الاستيراد اش وقع؟ ولا شح ديال المواد الغذائية. كي ولا شح ديال المواد الغذائية ولات الطوابير بكثرة، ولا التضخم بكثرة، ارتفع التضخم. تبون منع الاستيراد وهو ما عندوش انتاج وطني اللي يعوض المستورد. فمعنى هذا ماشي سياسة جوع كلبك يتبعك، سياسة الجويع. تبون حيد، يعني أزال 11 المشروع ديال 11 المصفات كانت غدار في الجزائر، ألغاها باش يعطش الجزائريين. ماشي هذه هي سياسة جوع كلبك يتبعك وعطش بير كيطوعك؟ هي هادي. فتبون طبقها بالحرف الواحد. ونهار اللي قالها ويحيى قالها وهي خارجه من العمق ديالهم. ويحيى كان عارفهم كيفاش راهم يبرمجوا الجزائريين، وكيفاش راهم يخطوا، وكيفاش باغيين يتعاملوا مع الجزائريين، والسياسه اللي اتفقوا عليها ستنتهج مع الجزائريين هي سياسه جوع كلبك يتبعك. ونهار اللي اتفقوا عليها خرج هو قالها باش يحيد الاثم على كتافه. قالها لهم بواحد الشكل تاع اللي بغى اللي يفهم يفهم، واللي ما يفهمش ما عندنا ما نديروا له. ما تجيوش نفسروا لكم الخشيبات، حنا قلنا لكم انت فسر. وقال لهم: ضربوا يعرف من ضربوا. ضربوا يعرف من ضربوا طبقها تبون بالحرف الواحد، بالحرف والكلمة. أزيد 200 واحد في السجن. لا، الكلام انه قال او لا دون شي حاجه، كتب في فيسبوك.
يعني الترهيب والقمع. وفاش كان تبون مرشح للرئاسيات وفاش كانوا غادي يديروا الاستفتاء، جبدوا لهم الارشيف ديال العسريه السوداء وبداو يدوروا في الاذاعه ينقلوا لهم حقا حقا حنا نديروا وثائق تاريخيه. وهي كانت وثائق تحذيريه، يا اما تدخل سوق راسك، يا اما تصوت على تبون، يا اما غترجع لهاد الحاله اللي راك تشوف في التلفزيون. حتى اللي ما عاشهاش ولا يشوفها في التلفزيون. هذه السياسات ضربوا يعرف ما ضربوا، اللي قالها احمد ويحيى حتى هي. اليوم خرج تبون يقول واحد من العصابه قال، واحد من العصابه فضحكم. فضحكم وفضح هاد الفتره اللي انت فيها. كان عارف السياسه اللي غادي تطبق على الجزائريين، انها كانت توفيق عليها، توفيق على تجويع الشعب الجزائري. فاش داروا الاجتماعات اللي كانت تؤسس ما بعد بوتفليقه، نوقش هذا الموضوع هذا، كيفاش نديروا نتحكموا في الشعب. وقرروا انهم يطبقوا سياسه التقشف، سياسه التجويع، لان قالوا الشعب شبع. الشعب شبع كرشو، داكشي علاش ناضي يدير الحراك. يرجعوا للحاله الطبيعيه اللي كان عليها، رجعوا للميزيريا باش يسكت. وجا تبون يرجع الجزائر للميزيريا، وبالفعل نجح. خلى الجزائري وهاد السياسه علاش هما طرحوها؟ جوا كلب كيتبعك كومون، جوا كلب كيطوعك. لان هاد السياسه في التطبيق ديالها وانك تربط المواطن عقلو مع كرشو. كومون غتربط له عقلو مع كرشو؟ غتخليه يعوض يفكر في شي حاجه بعيده، يولي يفكر في كرشو، يولي يفكر منين يجيب الزيت، منين يجيب السكر، منين يجيب السميد، فين كاين المواد المدعمه، فين يقدر يلقاها رخيصه، شحال غيشد عليها ديال الطوابير، منين غادي يلقاها.